ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه فيديو جديد، يا رب دايما تبقوا في خير وفي سعاده. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم يا جماعه. ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس قبل اي حاجه. يلا ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا نبتدي فيديو جديد النهارده بقى يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده احلى. النهارده هنعمل مقارنه ما بين احلى كيس شيبسي بطعم الشطه والليمون في مصر. احلى كيس شيبسي بطعم الشطه والليمون في مصر. انا جايب لكم 3 شركات. لايون بنفس السعر وبنفس الطعم، بنفس السعر قصدي وبنفس الطعم اللي هو يعني الشطه والليمون. شيبسي زي ما انتم عارفين شطه وليمون. برافو بطعم الشطه والليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. كده نبتدي ونقول بسم الله. واول حاجه معانا برافو. ده يا جماعه سعره 5 جنيه. ده بطعم الشطه والليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل اي حاجه دي ازازه الميه يا جماعه بتاعت كل مره. حبايب قلبي ما تنسوهاش على جنب ايه عشان نغير طعم بقنا. ده اول حاجه يا جماعه معانا اهو. برافو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي مقارنه جامده جدا يا جماعه. هقول لكم اني احسن طعم شيبسي بطعم الشطه والليمون ما بين الثلاثه. ده كده برافو. خلينا ناخد واحده ثانيه ونشوف. جميل قوي يا جماعه. الشيبسيه كده تقيله عامله زي بتاعت الليز، مليانه كده شطه وليمون. طعمها فظيع يا جماعه بصراحه. برافو جميل. انا هدوق يا جماعه وفي الاخر هقول لكم التقييم بتاعي كام من 10 لكل كيس شيبسي في الطعم والجوده بتاعته. ناخد بقى بق الميه. حاجه جربنا. برافو برافو كده جميل. خدنا بق ميه. نخش على تاني واحد. ده شيبسي بطعم الشطه والليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحدة تانية. برضه يا جماعة طعمه جميل جدا، بس الكواليتي بتاعه مش قوي يعني، مش اعلى حاجة يعني بصراحة. برافو برافو. الشيبسية بتاعته يعني تخينة شوية عاملة زي بتاعت الليز، والطعم الشطة والليمون فيه أقوى. ده طعم الشطة والليمون برضك حلو فيه، بس الشيبسية تحس إن هي خفيفة قوي كده، بس طعمه حلو برضك يعني شغال. بالنسبة لسعره برضك 5 جنيه شغال. نخش بقى يا جماعة على لايون. ده لايون يا جماعة بطعم الشطة والليمون. هندوق ونشوف الدنيا فيها ايه. اخد بس بق المية. انا عارفكم، انا عارف اعرفكم بازازة المية دي. كده هنخش يا جماعة على لايون اخر حاجة معانا في الفيديو ونشوف الطعم. طبعا زي ما انتم عارفين انا هقول في الاخر تقييمي في الثلاثة، كل واحد تقييمه كام. تمام. هما الثلاثة عامة زي بعض في السعر وزي بعض في الطعم اللي هو شطه وليمون، بس انا بشوف اني الاجود واني الاحسن كبطاطايه وكطعم الشطه والليمون فيه. اقول لكم رايي وانتوا برضك يعني، انتوا برضك انا بقول رايي وانتوا برضك تعملوا اللي انتوا شايفينه من وجهه نظركم، بس انا بقول رايي عشان لو حد مثلا حابب ياكل طعم معين يبقى انا قلت بما يرضي الله ياكل اني طعم فيهم اجود واحد فيهم كطعم شطه وليمون. ده لو انتوا بتحبوا الحاجات دي يعني، واكيد كل الناس بتحب السناكس يعني. ده كده اللايون. دي تاني واحدة. تخيلوا كده يا جماعة، يعني أنا أكلت التلاتة.
اللايون تحس عامل زي الشيبسي بالظبط، واحد، تحس ان هم نفس الجوده ونفس الطعم ونفس كل حاجه، قريبين من بعض جامد. الوحيد المميز برافو يا جدعان، برافو. تحس ان الشيبسيه فعلا تقيله، عامله زي شيبسيه الليز يا جماعه الغاليه، وفي نفس الوقت الشطه والليمون فيه قوي جدا، جميل جدا بصراحه. ده اكتر واحد عجبني. يعني انا برشح لكم ان انتوا لو هتاكلوا شيبسي بالشطه والليمون تاكلوا برافو، احسن واحد بالنسبه لي ده يا جماعه. 10 من 10 تمام، برافو 10 من 10. لايون ياخد 8 من 10 تمام، وشيبسي ياخد بردك 8 من 10. احلى واحد بقى يا جماعه في الثلاثه زي ما قلت لكم هو برافو. برافو ياخد 10 من 10، احلى طعم واحلى جوده واحلى شيبسيه ممكن تاكلها. بالنسبه للشيبسي المصري، انا بتكلم على الشيبسي المصري وبطعم محدد شطه وليمون، فده كده بالنسبه لي احلى واحد، انصحكم بيه يا جماعه. كده يكون الفيديو بتاعي خلص، مستنيكم في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. حسن هاشم بيعملوا بق الميه الجميل بتاع كل مره. النهايه، هتوحشوني في الفيديو الجاي. باي.